الأصدقاء الأعزاء، صديقاتي العزيزات في كل مكان، مرحبا. موضوعنا اليوم هو استكمال للمواضيع السابقة فيما يتعلق بنداء أوجلان التاريخي ومدى استجابة حزب العمال الكردستاني لهذا النداء، وهل أعلن الحزب آه، انصياعه لأوامر أوجلان أم لا؟ وفي حال إعلانه، كيف كان ذلك الإعلان؟ هل كان وفق ما تشتهيه بعض الجهات سواء في سوريا أو في العالم العربي؟ وحتى يعني سأتناول شوي السياقات الإعلامية، لأنني بحكم متابعتي للإعلام العربي بشوف إنه في شيء، الكثير من التكرار والحالة الببغائية ودون التمحيص والتدقيق في موضوع حزب العمال الكردستاني، ملف حزب العمال الكردستاني، والمعلومات التي تُساق باعتبارها معلومات تاريخية عن تجربة الحزب، وهي معلومات مغلوطة طبعًا يعني، منها ما هو متعلق بتجربة أوجلان، منها ما هو متعلق بتجربة حزب العمال الكردستاني. وفي هذا الإطار في حالة من التكرار والببغائية، وبيطلع لك واحد ما له علاقة، يعني لانه مطلع على هذا الملف بالقدر الكافي ويعطي آراء. والمشكل إنه الإعلام العربي يعتاد على وجوه معينة، أو يبدو لي أنه هنالك يعني غاية أو هدف مرسوم لبعض المنابر الإعلامية العربية أن دائما يكون هنالك طقم معين من الوجوه التي تتصدر الواجهة باعتبارها مرجعية بحثية أو سياسية أو أكاديمية أو كردية، هي التي سيكون لديها الخبر اليقين، يعني وفق تصورات وتصديرات الإعلام العربي. حزب العمال الكردستاني أصدر بيانا أعلن فيه أنه يعني يؤيد نداء أوجلان، لكن التصدير الإعلامي مختلف. التصدير اللي مثلا شفناه على موقع العربية وفي قناة العربية يختلف عن المصدر اللي هو إعلام حزب العمال الكردستاني. مثلا في المانشيت وراح تشوفوا، أو ليش راح تشوفوا، خلينا نشوف مضمون ومانشيت وعنوان بيان حزب العمال الكردستاني من الموقع الرسمي لحزب العمال الكردستاني، وكيف تم التعامل معه في موقع قناة العربي، وبعدين نرجع نستكمل الحديث حول البيان ومضامين البيان. مقاربة ما بين القسم العربي لوكالة فرات نيوز الناطقة أو التابعة لحزب العمال الكردستاني، ويعني وفق الخبر المنشور على العربية أنه اتخذ محرر الخبر أو غرفة الأخبار الموقع نفسه كمصدر
لتوثيق الخبر، لكن المانشيت مختلف. يعني المانشيت والمانشيت هو تقريبا بالضد من البيان. يعني طبعا بحكم العمل الصحفي بعرف انه ليش هيك مانشيتات وهيك عناوين احيانا تكون مضلله وخادعه وغير صحيحه وغير دقيقه. كمان وما يعني ماذا يعني ذلك في العرف الصحفي. حزب العمال الكردستاني حسمها وسيمتثل لأوامر أو لنداء أوجلان أو المهم هذا هو المنشط في العربية. لكن في الموقع العربي أو القسم العربي لوكالة فرات نيوز، حزب العمال الكردستاني إننا نعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارا من اليوم، كما هو موجود. يعني الترجمة الموجودة على الموقع، وبإمكانكم ترجعوا و يعني تتحروا من ذلك. هذا الاختلاف ما بين أنه نعلن وقف إطلاق النار من قبل حزب العمال الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني حسمها وأعلن امتثاله. وطبعا أوجلان ماذا طلب في البيان؟ إلقاء السلاح وحل الحزب، طبقا لمنشط العربية أنه خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. هل تكرار هذا الضخ الإعلامي خلى بعض النشطاء السوريين كمان يتوهموا انه خلاص هاي الحزب بطل السلاح وهي الحزب ترك، فخلاص البقية لازم يتركوا، ونداء جلان ينسحب على قوات قسد. قوات قسد ينبغي أن تحل نفسها أولا وتلقي سلاحها ثانيا، وكأنه يعني هي صورة طبق الأصل عن حزب العمال الكردستاني. هل هنالك تدخل ونفوذ وسيطرة وتغلغل لحزب العمال الكردستاني على قرار قسد؟ هذا لا خلاف عليه، لكن المسألة مختلفة. يعني طبعا مين بيجازف بهيك كلام؟ يعني الاثنين، واحد الجاهل اللي مش مطلع على تفاصيل الأمور، الثاني اللي يمني النفس ويستقوي بتركيا على الكردي، سواء كان في تركيا أو كان في سوريا. يستقوي على الكردي بدولة أجنبية جارة. طبعا هذا سوري وبيحكي لك في الوطنية والدولة الوطنية ودولة المواطنة من هنا إلى يعني ما شاء ربك. يعني فهدلون الاثنين تناولهم للموضوع كان هيك تناول هيك سطحي وببغائي وكيدي وجاهل في هذا الخصوص، انه خلاص تركيا راح تحسم لنا موضوع قسد، ونحن ما في يعني ما نتعب حالنا، ما نشغل نفسنا بهذا الموضوع. التعويل على التركي في حل إشكال داخلي سوري هذا يعني يشبه أي شيء إلا أن يشبه إنه الوعي الوطني والسلوك الوطني أبدا. مثل ما بيتهموا قسد يعني بالاستقواء بالأجنبي، بالاستقواء بالأمريكي والقصص هي كلياتها. طبعا هدلون الأطراف، أنا بحكي هذا الموضوع أنه قبل ما أدخل في تفاصيل البيان، هؤلاء الأطراف أو الأشخاص أو الجهات يعني هم متمرغون في التعامل مع الأجنبي. مش بس هيك يعني، ومستعدين للأجنبي المقصود فيه التركي، يعني مستعدين للقتال في ليبيا، في أذربيجان، في أي منطقة تركيا تحددها هم بيروحوا بيقاتلوا بالنيابة عن الجيش التركي. قسد قاتلت داعش التي يعني ذبحت ونكلت في أهل الدير، ذبحت ونكلت في أهل الرقة، ذبحت ونكلت في الأكراد، في مدينة كوباني، وفي كل أرجاء سوريا. وكانت تنظيم داعش الإرهابي خطر فظيع وحقيقي وجدي وتاريخي، استهدف كل المنطقة مش بس سوريا. الكرد ومدعومين من التحالف الدولي قاتلوا، لكن المقاتلين الكرد يعني إذا اندلعت معركة للأمريكيين في منطقة معينة، الأمريكيين ما أخذوا الأكراد
المقاتلين الكرد، وقاتلوا في ساحات القتال الأمريكية في ما وراء البحار، مثل ما ساوى يعني أبو عمشة وأبو عفشة، أبو رفشة العميد الركن في الجيش السوري الحالي، يعني ما سوى هيك بحال السوريين العرب. يعني الكرد قاتلوا داعش في مناطقهم، في بلدهم، يعني ما راحوا لأماكن أخرى. يعني مسألة المقارنة، يعني أي واحد مثقف أكاديمي باحث سياسي أديب بيجي بيناقش أبو عفشة أو يقارن أبو عمشة وأبو رفشة أبو بطحة بقسد، بيطلع خسران، مع كل الملاحظات والانتقادات والجرائم والمشاكل التي اقترفتها قوات سوريا الديمقراطية. بس مجال المقارنة وبالأرقام وبالإحصائيات وبالمعطيات والوقائع، يعني ما في أصلا مقارنة قوات سوريا الديمقراطية بالميليشيات، ولا بهيئة تحرير الشام، ولا بكل هالقصص كلياتها. هذا فقط للتذكير لمن ينفعه الذكر. يعني بالعودة لبيان حزب العمال الكردستاني الذي وافق، طبعا هذا البيان أنا سبق في فيديوهات باللغة العربية وباللغة الكردية ذكرت أنه حزب العمال الكردستاني سيبدي استعداده واستجابته، ولن يتصادم مع زعيمه، لن يخلق حالة صدامية أنه لا نحن نرفض كلام أوجلان جملة وتفصيلا. بيصير هذا الحزب في حال رفض كلام أوجلان ونداء أوجلان جملة وتفصيلا، أنه خلاص يعني صار حالة إعلان طلاق وافتراق نهائي ما بين الزعيم الأيديولوجي للحزب والزعيم التنظيمي اللي هو جميل بايك وقيادات الحزب الموجودة في جبال قنديل. وهذا يعني الحزب هيك بيشوف انه مش منطقي وحتى مش سياسي، يعني انه ان يدخل في معمعة ويظهر نفسه على انه لا يريد السلام ولا يريد الحلول السلمية. وبالتالي الحزب شاف هيك انه ينسجم مع هذه الدعوة السلمية، هذا النداء السلمي. نعم نحن مع هذا النداء، لكن مجموعة من الاشتراطات. هاي الاشتراطات سبق للحزب في بيانات سابقة وبيانات استباقية، يعني قبل نداء أوجلان بأسبوع أو 10 أيام ذكرها وبالتفصيل، وذكروها وبالفيديو. لكن مقتضيات النداء أنه ينبغي أن يكون هنالك استجابة واضحة. فالنداء البيان الموجود اللي أصدروه وموضوع هذا الفيديو هو إعادة إنتاج لبيانات سابقة وتصريحات سابقة لحزب العمال الكردستاني، ترحب بالسلام، ترحب بالحل السلمي، ترحب بنداء عبد الله أوجلان، ولكن تقيد استجابة الحزب بمجموعة من الاشتراطات. الآن راح نشوف شو هي هاي الاشتراطات. عبد الله أوجلان في ندائه يذم حزب العمال الكردستاني وينتقد حزب العمال الكردستاني، يعني كاشفا عن ظروف ولادته والمشاكل التي اعترت أداء حزب العمال الكردستاني طبقا لظروف الموضوعية التي نشأ فيها الحرب العالمية، يعني الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. القوى اليسار الاشتراكي المزيفة أو المشيدة أو الغير الحقيقية حسب توصيفات أوجلان، كل هذه العلل والعيوب بيحطها وفق ندائه يعني على حزب العمال الكردستاني، أنه خلص استنفد الحزب مبررات وجوده فصار لازم يحل نفسه. طبعا هذا هو موقف أوجلان من الحزب، أنه خلاص ما عاد في ويكرر نفسه، في حين أنه بيان حزب العمال الكردستاني أبدا بالضد من هذا التصور، يمدح الحزب ويشيد بالحزب
بنضال الحزب وبتاريخ الحزب. إذا يعني قيادة الحزب لا تنظر إلى نفسها وإلى الحزب بعيني أوجلان. وإذا بتقارنوا ما بين النداء ومضمون بيان حزب العمال الكردستاني ستصلون إلى هذه النقطة التي تفضح التناقض ما بين الجهتين، ما بين أوجلان بوصفه الزعيم الفكري والأيديولوجي والعقائدي للحزب اللي بيشوف أنه ما عاد في هنالك مبرر لوجود هذا الحزب، وبين قيادة الحزب العملية التي تقود هذا الحزب منذ اعتقال أوجلان سنة 1999. شو بيقول البيان؟ من الواضح جدا أن حزب العمال الكردستاني أصبح حركة تمثل الحقيقة والبطولة العظيمة، بالضد من ما بيشوف أوجلان أنه الحزب بيكرر نفسه وخلاص صار لازم نحتله. خلال نصف القرن الماضي في كردستان، حيث عمل على تحقيق كل شيء من خلال نضال بطولي عظيم بروح فدائية وبتضحيات وجهود كبيرة. لذا نستذكر جميع الشهداء الأبطال في هذا النضال التحرري بكل احترام، وهذا ما لم يذكره أوجلان. وفي هذا البيان، بيان حزب العمال الكردستاني، مزايدة على أوجلان، يعني لأنه أوجلان لم يذكر الشهداء والحركة وحزب العمال الكردستاني. نستذكر جميع الشهداء الأبطال في هذا النضال التحرري، كل المضامين اللي بالضد من ما قاله أوجلان في حق حزب العمال الكردستاني في بيانه التاريخي. بكل احترام نستذكر جميع الشهداء الأبطال في هذا النضال التحرري بكل احترام ومحبة وامتنان عظيم، والآن نحمل المكاسب التاريخية المذكورة آنفا بنفس الروح. شايفين؟ يعني مش بيروح أوجلان اللي بينتقد الحزب واللي بيشوف الحزب انه ما عاد له لازمة ويلا نكبه في مزبلة التاريخ، لا. والآن نحمل المكاسب التاريخية المذكورة آنفا، بيعتبروها مكاسب، بنفس الروح والإيمان في مرحلة نضالية جديدة. إن الوعي الذي صار بيصير بيمدح آبو في هذا الخصوص هذا مالنا فيه. مهم نجي على تقييد حزب العمال الكردستاني دعمه لنداء أوجلان. طبعا هو أعلن عن وقف إطلاق نار مشروط، طبعا هذا إنه إذا ما هاجمتونا ما راح نهاجمكم، لكن كبادرة حسن نية لم يلقي السلاح ولم يقول إنه أنا مستعد لإلقاء السلاح، لكن قال نعم نحن يعني إلقاء السلاح سيكون مرحلة نهائية مش مرحلة أولية، يعني في مرحلة متقدمة في إطار مشروع حدده البيان بنقاط واضحة وجلية للباحثين والمعنيين بالشأن الكردي، أنه إذا أتاهم يعني أحدهم بنبأ فليتبينوا المعلومة من مصادرها أو من الناس المعنيين بهذا الشأن تماما بتفاصيل الشأن وحيثيات ودقائق الأمور في هذا الملف. شو بيقول البيان؟ المحور الأول: لن تقوم قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة ما لم تشن أي هجمات. وقف إطلاق النار صار واضح، وقف إطلاق النار من جانب واحد، جانب حزب العمال الكردستاني، مشروط: إذا ما هاجمتونا لن نهاجمكم، هاجمتونا سنهاجمكم. فهذه يعني هذا الشرط هو دعوة للدولة التركية هي أيضا أن توقف العمليات العسكرية والقتالية ضد حزب العمال الكردستاني إذا كانت لديها نية صادقة صميمية جادة لحل المسألة سلميا. هذا كلام يعني هذا ما أستشفه من مضمون هذا البيان. وفي هذا السياق يعني بيكمل البيان: نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم تاريخ إصدار هذا البيان، إذانا بتحقيق
دعوة القائد آبو المتمثلة في السلام والمجتمع الديمقراطي، ولن تقوم أي من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة ما لم تشن الهجمات ضدنا، كما إن تحقيق قضايا مثل وضع السلاح لا يمكن أن تتم إلا بالقيادة العملية للقائد آبو، وبعدين بيخوض في التفاصيل. طبعا سبق وأن أعلن قيادة العمال الكردستاني على لسان جميل بايك، على لسان مراد كرائيلان، أنه موضوع إلقاء السلاح هو قرار يعني برسم مؤتمر الحزب. وطبعا ذكروا ذلك في فيديوهات تسبق بيان أوجلان. وأنا لما عم بحكي أتمنى من الناس أنه يركزوا في التسلسل الزمني للأحداث. قيادات حزب العمال الكردستاني استباقيا قبل الإعلان عن نداء أوجلان ذكروا أنه مش مشكلة، نحن مع السلام، مع إلقاء السلاح، مع حل النفس، لكن حل الحزب، لكن يعني هذا الموضوع رهن المؤتمر، هذا قرار مؤتمر، نحن مؤسسة، يعني مش جماعة هكذا يعني يقدمون أنفسهم، مش جماعة عبيد أو موظفين صاحب المنشأة الاقتصادية أو المعمل يغلق ويطرد الموظفين، روحوا شوفوا لكم شغل ثاني، مش هيك. يعني نحن لسنا مصنعا أو معملا مديره عبد الله أوجلان يغلقه متى يشاء يفتحه متى يشاء، هنالك مؤتمر، نحن مؤسسة. يعني الجانب المؤسساتي، الجانب الجماعي في هذا الخصوص الآن يطرحه الحزب في مواجهة أوجلان بطريقة ناعمة وغير مباشرة. وذكروا أنه موضوع المؤتمر، طبعا أوجلان في ندائه أيضا إذا بترجعوا لفحوى النداء بيذكر أنه اعقدوا مؤتمركم واتخذوا هذا القرار وعلى مسؤوليتي. لك شو على مسؤوليتك يا بني آدم؟ شو يعني؟ شيء غريب. يعني أنا مثلا يعني عندما أنظر لهذا الكلام، يعني ما هي مسؤولية أوجلان؟ طيب إذا لم تمتثل الدولة التركية لهالمواضيع، يعني حزب العمال الكردستاني شو بيعمل بمسؤولية تاريخية لعبد الله أوجلان؟ عبد الله أوجلان لم يعترف بمسؤوليته التاريخية حيال ضحايا الحزب، لم ينتقد نفسه، بده يعني يراجع نفسه إذا الحزب ألقى سلاحه وحل نفسه والدولة التركية لم تمنح الأكراد أي شيء، شو هي المسؤولية التاريخية؟ يعني مجنون يحكي عاقل يسمع يعني. ف هون كمان أوجلان قال اعقدوا مؤتمركم واتخذوا هذا القرار واغلقوا وحلوا انفسكم وخلاص، وكاله مع بواب، مع بيعوا الموضوع كله او انسفوا. يعني أوجلان بيشوف انه ما عاد في مبرر لوجود حزب العمال الكردستاني. هلا انا كمان بشوف انه ما عاد في مبرر لحزب العمال الكردستاني ولسلاح حزب العمال الكردستاني، لكن ليس بهذه الطريقة المهينة والانهزامية والاستسلامية اللي يعني يتحفنا بها عبد الله أوجلان، مش بهذه الطريقة. تفكيك حزب العمال الكردستاني بدأ شوي يعني يعني العالم العربي أو الكرد عندما اعتقل أوجلان ألد أعداء أوجلان وخصوم أوجلان بكوا مشانه، حطوا الخلافات الجانبية في مكان الخلافات السياسية والأيديولوجية وتأثروا بعملية اعتقال أوجلان. ما كانوا بيعرفوا أنه راح يطلع لنا الزعيم الأوجلاني بهالفزلكات هي وهالحالة الانهزامية والاستسلامية اللي هو متمرغ فيها من ال99 لحد الآن. يعني سآتي على ذكر هذه النقطة ومقاربة عبد الله أوجلان بياسر عرفات يعني في نهاية هذا الفيديو، مشان ما انسى نعود إلى مسألة المؤتمر. لنجاح المؤتمر البيان هيك بيقول لابد أن يديره القائد آبو شخصيا،
طبعًا وهذا شرط تعجيزي مستحيل، حتى أونلاين أنا في تقديري أستبعد، أما آبو يطلق سراحه ويروح يحضر المؤتمر فيزيائيًا وبعدين ييجي يحل الحزب وبعدين ييجي يرجع على السجن، هذا مستحيل، غير ممكن، شرط تعجيزي. ممكن إذا الأتراك سمحوا لعبد الله أوجلان إنه يشارك في هذا المؤتمر، وهذا بده إصلاحات، بده قانون، لأنه هو شخص معتقل محكوم بالمؤبد. أصلًا إذا أوجلان طلع من السجن يعني بموجب القانون التركي 5 سنوات سيكون محروم من ممارسة العمل السياسي والحقوق المدنية، وهذا قانون تركي. فما بالكم وهو معتقل ومسجون وفي حقه حكم سجن أبدي. يعني الآن إذا أعلن رجب طيب أردوغان عفو خاص في حق أوجلان، في تقديري أنه أوجلان لن يدخل المعترك السياسي مباشرة، وإذا صدر عفو خاص وشخصي في حق أوجلان مش معقول بعدها يروح يطير على جبال قنديل ويشارك بالمؤتمر وبعدين بيرجع على تركيا. ما بتزبط هيك يعني، حتى ولو اتخذ قرار الحل في هذا المؤتمر. المسألة معقدة وبدها تكييف قانوني، وبالتالي الاشتراط اشتراط جميل بايك وحزب العمال الكردستاني أن يدير زعيم الحزب المؤتمر بشكل شخصي، طبعا هو يعني كلمة حق، لكن كلمة حق تعجيزية يراد بها باطل. الباطل هو عرقلة الموضوع. إننا على استعداد يعني لم نقرر، إننا على استعداد لعقد مؤتمر لعقد مؤتمر الحزب تماشيا مع دعوة القائد آبو، ولكن مع ذلك من أجل تحقيق ذلك يجب تهيئة الظروف المناسبة، يعني بيطالبوا بإصلاحات بهذا الخصوص، ومن أجل قبل عقد المؤتمر ومن أجل نجاح المؤتمر لابد أن يتولى القائد قيادة المؤتمر شخصيا. ولقد قمنا حتى الآن بإدارة الحزب. مين عم يحكي؟ قيادة الحزب، جميل بالك ومراد كريلان، على الرغم من كل الأخطاء وأوجه القصور، ولكن القائد آبو هو الوحيد القادر على إدارة عقبة السلام والمجتمع. طبعا هون في نفخ لآبو وتفخيم وتعظيم لشأن آبو وتوريط لآبو أنه موضوع الحرب نحن تحملنا مسؤوليته بما يعني فيها من مشاكل وعيوب وأخطاء، لكن موضوع السلام ينبغي لآبو أن يتحمل المسؤولية ويجي على المؤتمر ويتخذ القرار اللي بيناسب العملية السلمية داخل المؤتمر، وهذا يعني من سابع المستحيلات. النقطة الثانية، يجب تهيئة ظروف الحرية الجسدية والحياة الحرة والعمل الحر. لمين؟ إن الحقائق الملموسة تظهر بوضوح، وهو إنه من أجل تحقيق النجاح، طبعا الترجمة ركيكة، في تحقيق دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي، ومن أجل تحقيق الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط على أساس الحل الديمقراطي للقضية الكردية، ومن أجل، شوفوا التكرار، من أجل ومن أجل وتحقيق وعلى أساس الحل الديمقراطي للقضية الكردية، ومن أجل تمهيد الطريق أمام تطور الحركة الديمقراطية العالمية. هذا كله من الضروري ضمان تحقيق الظروف التي تمكن القائد عبد الله أوجلان مشان كل هالشغلات، الظروف التي تمكن القائد عبد الله أوجلان من العيش والعمل بحرية جسدية، وأن يكون له اتصال مع كل من يريد بما في ذلك رفاقه دون عوائق. ونأمل أن تفي مؤسسات الدولة المعنية بمتطلبات ذلك، وهذا كمان من المستحيل. طبعا يعني هذا واجب على الدولة أن توفر كل هذه المسائل، لكن الدولة التركية لا تقوم لكي لا يصار
إلى إنه الدولة استجابت تحت الضغط تحت الإلزام والإكراه من حزب العمال الكردستاني. طبعًا عبد الله أوجلان مع الدولة، بيقول للحزب، بيقول مو مشكلة وخدوها من هالشوارب وعلى مسؤوليتي التاريخية. طبعًا شوارب أوجلان. وعلى مسؤوليتي التاريخية ويعني أنا باضمن لكم الموضوع، وهو يعني لا، هو مسؤول تركي من الدرجة العاشرة يعني. وهيك بيحكي. الحزب بيقول كلام زي الفل، موزون ومحترم، لكن الهدف منه هو يعني عرقلة، موافقة مع عرقلة. إيه، نحن مع النداء، ويعني مش مثل المنشات العربية حسم الأمر وامتثل هذا كله كلام فاضي، مش صحيح. اللي محرر البيان وحاطط هذا طبعا الخبر في العربية نت، وحاطط المنشات العريض، يعني مو يا اما مو قريان البيان بشكل دقيق، يا اما قريانه ومش فهمان مضمون هذا البيان باللغه. انا قريته باللغه الكرديه، بقراها لكم هلا الترجمه العربيه. النقطه الثالثه: الدعوه ليست الاخيره بل هي بدايه. الموضوع لسه طويل، والموضوع مش يعني اوتوماتيكي وفوري. يا جماعه، أنا قلتها وأكرر، وقلتها قبل يعني منذ أسابيع وأشهر، أنه حزب العمال الكردستاني هذا يعني سيكون موقفه هيك، مع مع النداء السلمي ومع أوجلان، لكن ليس بالطريقة اللي يعني الحزب ليس مجبر أن يرتدي الثوب الذي فصله أوجلان أو فصلته الدولة العميقة والمخابرات التركية. أوجلان هو مجرد خياط يعني، قاعد ورا ماكينة الخياطة ومفصل ثوب لحزب العمال الكردستاني، أوله إلقاء السلاح، وبعدين أنه هذا الثوب يلتهم الحزب والحزب يذوب ويصير في خبر. كان الموضوع مش هيك. الدعوة ليست الأخيرة بل هي بداية جديدة. إلى أبناء شعبنا وأصدقائنا، إن الدعوة التي أطلقها القائد ليست بالتأكيد الأخيرة، بل على العكس من ذلك، إنها بداية جديدة تماما. وكما يرد في البيان أيضا بطريقة ملفتة للنظر تسلط الضوء بشكل واضح، فإن الأمور التي كان يجب القيام بها من خلال السنوات 35 الماضية بشكل عام، أو 20 سنة الماضية بشكل خاص، ولم يتم القيام بها بالقدر المطلوب، أما الآن يجب أن تتم حتما. طبعا هم يقصدون الدولة التركية بالدرجة الأولى. في هذا الصدد من الضروري فهم دعوة القائد وأسبابها وخصائص وواجبات العملية الجديدة التي أطلقها بشكل صحيح وكاف. طبعا بيبلش البيان يعني مديح نداء أوجلان وأبي عرقلو. هي سياسة حزب العمال الكردستاني، بيمدح ويعلن تأييده وبيحط قدام العملية عراقيل. هي في الأصل منطقية، هي في الأصل منطقية وحقيقية، لكن في المضمون وما وراء الكواليس يستحيل لحزب العمال الكردستاني هاي يسجلوها علي بحكم تجربتي وفهمي وطبقا لهذا البيان ومتابعة بيانات سابقة لحزب العمال الكردستاني. الاستجابة الفورية والأوتوماتيكية من حزب العمال الكردستاني هي لا يحلموا فيها، لا يحلموا، لا أوجلان يحلم فيها. ويعني بالمحصلة هنالك سيناريو هزيل لهذه العملية، الهدف منه استفزاز حزب العمال الكردستاني وإصرار حزب العمال الكردستاني على عدم إلقاء السلاح بهذه الشروط المهينة. هي شروط مهينة. حل نفسك ألقي سلاحك وحل نفسك، وإيه، وبعدين الدولة التركية رح تساوي شوية إجراءات وحلول. ما بتزبط هيك.
والدولة التركية تصريحات أردوغان شفتوها أنه ما في مجال لأي نقاش إلا بعد إلقاء السلاح. طبعا الدولة التركية كانت في البداية تكتفي بإلقاء السلاح ولا تطالب بحل حزب العمال الكردستاني. راجعوا بيانات الدولة التركية سابقا. كرم أخلاق من أوجلان ويعني طيبة نفس من عبد الله أوجلان وكمكرمة بيقدمها للدولة التركية أنه لا، إلقاء السلاح غير كافي، بل حزب العمال الكردستاني كمان يحل نفسه. طيب إذا حزب العمال الكردستاني ألقى سلاحه وبقى كما هو، وهذا سلوك ديمقراطي يا أوجلان، أنه تخلي هاي الجماعة، افترق عن هذه الجماعة، اختلف مع هذه الجماعة، عارض هذه الجماعة مثل ما أنا بسوي، مثل ما يعني هو شنق أختلف مع حزب العمال الكردستاني، أنتقده في العظم، في الصميم، في الفكر، في الأداء، في السلوك، في الممارسات. لكن أنت بأي حق تطالب هذا الحزب أنه يحل نفسه؟ ما بتزبط. أنا لا أطالب مثلا حزب الاتحاد الديمقراطي أنه يحل نفسه، لكن أطالب حزب الاتحاد الديمقراطي أنه يضبط أموره بوصف حزب سوري، بوصفه حزب سوري، مش حزب تركي معارض للدولة التركية. يا أوجلان، أنت عم تحكي بالديمقراطية وصرعت ربنا بموضوع الديمقراطية. اترك هذا الحزب، حاول أن يعني تغير من العقيدة القتالية، أن تنزع عنه السلاح، لكن أن تفرض عليه أنه يحلوا أنفسهم، هي يعني غريبة هالكرم الفظيع يعني من عبد الله أوجلان تجاه الدولة التركية. وأنا عندما قلت في إحدى المقابلات التلفزيونية أنه استسلم، يعني المذيعة استغربت من هذا الموضوع. سآتي على ذكر المقارنة ما بين عبد الله أوجلان والزعيم الكبير، الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. الآن سأريكم فيديو قديم، مش قديم يعني مش قديم قوي، مش فيديو قديم كتير، لكن لم يمضي عليه أشهر. جميل بايك عندما كان يعني المفاوضات بين عبد الله أوجلان والدولة التركية في بداياتها ما وصلوا لاتفاق معين. كان هنالك تسريبات أنه هنالك لقاءات بين الاستخبارات التركية وعبد الله أوجلان ومحاولة إخراج القوات الكردية، عناصر حزب العمال الكردستاني المسلحة خارج الحدود، خارج حدود تركيا كلها. وكان هنالك تصريحات من حزب السلام والشعوب والمساواة الديمقراطية دام بارتي منسجم مع هذا التوجه. شوفوا كيف رد، انظروا كيف رد جميل بايك على أوجلان وعلى الإعلام التركي وعلى حزب المساواة والشعوب والديمقراطية دام بارتي. نتابع الفيديو ثم نعود. Pratiği yürüten biziz. Pratikten biz sorumluyuz. Önder Apo sorumlu değil. Önder Apo oradan ne hareketi yürütebilir ne pratiği yürütebilir. Ne de bu konularda herhangi bir karar verir. Silahlı güçlerin yurt dışına çekilmesi gibi bir karar o zaman ancak buradan mı alınabilir? Evet. Onun kararını ancak biz veririz. Başkası veremez. Ne HDP verebilir ne Önder Apo verebilir. Yani öyle olası bir çağrı olursa peki size? Olamaz. Olmaz. Olsa da biz karar veririz. O bizi ilgilendiriyor. Çünkü pratiği biz yürütüyoruz. Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Başkası karar veremez. واضح من كلام جميل بايك كما ذكرت أنه الفيديو هو مضى عليه أشهر، أنه يرفض وصاية أوجلان، أنه الموضوع العملياتي، الموضوع العسكري، الموضوع التنظيمي لا قرار ولا خيار لأوجلان في هذا الخصوص يمكن أن يفرضه على حزب العمال الكردستاني. هذا الموضوع، هذا القرار حصرا يعني ضمن قيادة الحزب. حتى حزب الشعوب والديمقراطية وكذا ما له علاقة في هذا، ولا له تأثير في هذا الموضوع. وهنا
في هذا الفيديو القديم مش جدا يعني أشهر يعلن مراد كرايلان القائد الحقيقي الحالي التنظيمي الممسك بحزب العمال الكردستاني من خوانيئه جميل بايك، ممسك بالعصب الأمني بالعصب العسكري الإعلامي السياسي كل هذه التفاصيل، ويرفض أنه المواضيع العملياتية والمواضيع العسكرية قرار الحزب مش قرار ما حدا بيتخذه، مع احترامه الكامل للقائد عبد الله أوجلان طبعا حسب توصيفه هو يعني. فالكلام واضح، هذا قبل أشهر، وبيانات صدرت عن الحزب. مراد كرايلان أيضا قال يعني الموضوع حتى لو أتى عبد الله أوجلان ونشر البيان في فيديو، يعني فيديو 2-3A وبعدين بالحرف الواحد هيك بيقول الموضوع مش يعني هكذا مسألة يعني فورية، وهي مسألة تاريخية ومسألة وجودية، موضوع إلقاء السلاح وحل النفس والقصص هي ثلاثة. بمعنى أؤكد على هاي المسألة، مسألة أنه تأييد ودعم ووقف إطلاق النار ولن يصمت، وبعدين سيطرح حزب العمال الكردستاني حجج. طبعا الدولة التركية لن تتوقف عن عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وربما يعني حزب العمال الكردستاني في هذه المسألة خبير. مثلا منطقة فيها تجمع للمقاتلين يرسل إحداثياتها للجيش التركي، والجيش التركي يأتي ويقصف وتحدث مجزرة، بعدين حزب العمال الكردستاني يعمل عملية في أنقرة واسطنبول، ويعني التسوية السلمية التاريخية ونداء أوجلان وكل القصص هي يعني يصبح رمادا يعني أو شو بيقولوا يعني نسيا منسيا أثرا بعد عين. يعني ما عاد حدا يحكي في هذا الموضوع، العالم راح تنشغل في المعمعة والمعركة. طبعا أنا بدي من كل قلبي ومن كل بد أريد لهذا الحزب أن ينحل وأن يكف بلاه عن الكرد السوريين وبلاه عن كرد العراق وحتى عن كرد تركيا، لكن بهذه الطريقة المهينة والمخجلة والتافهة اللي بيطرحها أوجلان، يعني هي بتخلينا شوية نتعاطف مع هؤلاء المقاتلين، مش مع جميل بايك، من المقاتلين اللي انخدعوا بشعارات هذا الحزب وطلعوا على الجبال بوصفهم ثوار وتحررين وكذا كذا. هؤلاء إذا رجعوا يعني أنا معني بالضحايا، هؤلاء ضحايا الدولة التركية وضحايا حزب العمال الكردستاني. كيف سيصار إلى تسوية أوضاع وملفات في الإطار؟ كل تضامن مع هؤلاء المساكين. فينبغي أن يكون هنالك شيء مشرف، شيء معقول، شيء منطقي، شيء أخلاقي. نداء أوجلان وما يقوله يعني أوجلان، ويحدد في هذا النداء المكثف المكتوب بعناية أبدا لا يطالب الدولة التركية بشكل واضح ومباشر وصريح، لكن يطالب من حزبه بإلقاء السلاح وحل نفسه، وبيعطي المبررات، وبيحكي عن العلاقة التاريخية ما بين الأكراد والأتراك على الحقبة العثمانية. وحقبة العثمانية إمتى؟ على زمن معركة شالدران، وبعدين يعني الحقبة العثمانية ال200 سنة الأخيرة من عمر السلطنة العثمانية من 1880 ولغاية 1900، يعني كانت عقود سيئة جدا فيما يتعلق بالكرد، إبادات وانتفاضات كردية على السلطنة العثمانية وصولا إلى حقب الجمهورية تركيا يعني. فعن أي علاقة تاريخية جميلة ووردية وسمن وعسل بيحكي أوجلان في السنوات الأولى من معركة شالدران، ووقتها كانوا الأكراد يعني بأمر من السلطان العثماني يتمتعون بإمارات بدويلات شبه مستقلة مش دولة واحدة. واللي بيشكك بكلام يرجع للتاريخ العثماني، كيف بنيت السلطنة العثمانية على أكتاف ودماء
الكرد، مثلما الجمهورية التركية أيضا على أكتاف ودماء الكرد، وأتاتورك وقتها أيضا خدع الكرد أنه هذه الدولة دولتنا ومناصفة، بل أتاتورك في وعوده للكرد هو أكثر ديمقراطية وأكثر وضوح من رجب طيب أردوغان. مصطفى كمال أتاتورك وعد الكرد بمطالب حقيقية وخدعهم. هذا لم نسمع من اسمه من فمه وعدا حقيقيا صريحا. اتاتورك كان في تفاهمات وفي اتفاقيات مع النخب الكرديه عام 1919 1920 و21. يعني اتاتورك فيما يتعلق بالوعود والاكاذيب الموثقه اكثر تقدميه. هذا ما بيعطينا وعد شفهي، كمان ما بيعطي الكرد وعد شفهي في هالاطار. طبعا انا لما بحكي هيك مقاربات، تجوز هكذا مقاربات ما بين اتاتورك ورجب طيب أردوغان فيما يتعلق بمسألة الوعود في هذا التفصيل. نعود إلى مسألة ياسر عرفات وعبد الله أوجلان. في إحدى الحوارات يعني اختلفت المذيعة معي فيما يتعلق بمسألة هل عبد الله أوجلان استسلم أم لا. استغربت من كردي يعني أو كاتب ومعني بالشؤون الكردية والتركية أنه أنا أصف بيان أوجلان أنه بيان استسلام. طبعا جرى بيناتنا دردشة جانبية بعد انتهاء الحلقة، وأنا يعني من لكنتها عرفت أنه هي فلسطينية وأنا بحب الفلسطينيين وأنا مع القضية الفلسطينية وقلتها وأكرر. طبعا بحب الفلسطينيين بالجملة، بحب الفلسطينيين كشعب، بحب الفلسطينيين كقضية كمظلومية. على مستوى الأفراد ممكن تيجي تتعامل مع كردي يكرهوك الأكراد والقضية الكردية، تتعامل مع الفلسطيني بشكل فردي يكرهوك القضية الفلسطينية وفلسطين، ويمكن يحلوا بعيونك بنيامين نتنياهو. هذا وارد عند الأكراد وعند الفلسطينيين. فأنا قلت للزميلة المذيعة مقدمة البرنامج، قلت لها شوفي أنا يعني كلنا ضد اتفاقية أوسلو، أنا كمان ضد اتفاقية أوسلو. يعني كانت اتفاقية مجحفة وظالمة و يعني ننتقدها كنا وما زلنا سننتقدها. لكن الزعيم الفلسطيني الله يرحمه يعني الختيار ياسر عرفات، يعني في التجربة النضالية كان ما بين مقاتلي ويعني تجربته على الصعيد العملي والعسكري تتجاوز تجربة عبد الله أوجلان بسنوات ضوئية. هذا من جهة. من جهة أخرى عندما وصل إلى تفاهمات مع الدولة الإسرائيلية، وإسرائيل هي من هي يعني تمتلك 300 رأس نووي بإمكانها تدمر الكوكب والمجموعة الشمسية وخارج مجرتنا يعني بهي القوة وهالغطرسة وهالعنجهية. إسرائيل تنازل ياسر عرفات لإسرائيل، تنازل عن أكثر من 80% من جغرافية فلسطين على أمل أنه يكون في شيء دولة غرفتين وصالون كمان، يعني في شيء دولة بين الدول العالم اسمها دولة فلسطين المستقلة. هذا الإحساس الوطني الإنساني النضالي التحرري المخلص للشعب الفلسطيني أنا أقدره للزعيم الراحل ياسر عرفات. وتنازل، لكن لم يتنازل عن فلسطين 100. لم يتنازل. عندما وصل إلى اتفاقية أوسلو ووقعها مع الإسرائيليين لم ينزع سلاح حركة فتح، لم ينزح سلاح منظمة التحرير الفلسطينية، شال بند إزالة إسرائيل من الوجود من الميثاق الوطني الفلسطيني، هذا شاله واعترف بدولة إسرائيل. نعم، وتنازل لإسرائيل على أمل أنه هذه السلطة الوطنية الفلسطينية تتحول إلى دولة.
حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس لم يتنازل عنها ياسر عرفات، في حين عبد الله أوجلان تنازل عن حق الدولة والفيدرالية والحكم الذاتي وحتى الحقوق الثقافية. يعني في هذا المقام يعني عبد الله أوجلان مو يبوس ايد ياسر عرفات، يبوس اماكن ثانيه لياسر عرفات. طبعا في مقوله شائعه عن الاكراد دجل كذب ملفقه لياسر عرفات، انه عندما قصف الرئيس العراقي حلبشة قال ياسر عرفات: وهل تريدون من صدام ان يلقي عليهم الورد؟ هذا كلام طبعا بحكم التكرار والتداول، هذا مش لياسر عرفات، هذا ليس كلام ياسر، هذا كلام أحد يا أمير الكويت يا أحد أمراء الكويت، لكن نسب إلى ياسر عرفات، والسطحية والغباء والتكرار الموجود عند الأكراد خلاص صدقوا هذا الكلام ونسبوا لياسر عرفات. مقصدي من هذا الكلام: ياسر عرفات حوصر وهو رئيس دولة وقتل مسموما وهو شهيد قضيته. عبد الله أوجلان صار له 25 سنة ما صار معه إسهال، والدولة التركية تعتني بأكله وبصحته وبكل شيء، يعني أكثر من وكأنه زعيم دولة في حماية. يعني سلاح الجو التركي يحميه، سلاح البحرية يحميه، أكله مؤمن، ما بيشتكي من شيء. بنقارنه مع زعيم فلسطيني في مقر قيادته، في مقر الرئاسة، شفتوا شو صار بياسر عرفات. ياسر عرفات هو الذي يعني يمثلني كمناضل وكصاحب قضية وكشهيد قضية، مش عبد الله أوجلان. عبد الله أوجلان استسلم. هاي المسألة الكرد ليش ما بيقتنعوا فيها أنا ما بعرف. استسلام عبد الله أوجلان للدولة التركية لا يعني سقوط القضية. حتى لو استسلم حزب العمال الكردستاني للدولة التركية مثل ما سواه يعني عبد الله أوجلان، لا يعني سقوط القضية الكردية أبدا، لأن القضية الكردية باقية وستبقى قبل وبعد أوجلان، قبل وبعد حزب العمال الكردستاني. هاي كمان لازم يفهموها هؤلاء اللي بيعولوا ويستقوا على الكردي بسلاح التركي. هذا السلاح في يوم من الأيام كان موجها إلى صدر السوري، في يوم من الأيام. ما تنسوا المسائل هي. ساحة النجمة وساحة الشهداء في بيروت، في ساحة المرج في دمشق تشهد على ذلك. فلا تستعجلوا يعني الركوب على أسنة الرماح التركية أيها الأعزاء السوريون والسوريات، يعني اللي بيعولوا على التركي ضد أخيه الكردي السوري، يلي بيشوف انه التركي اقرب له من الكردي السوري، وبيجي بيحكي لك وبينظر لك على الوطنية ما فتحوا رزق. عموما في تقديري هذا هو كلام وتأييد ودعم حزب العمال الكردستاني لنداء زعيمه، شكلا يدعم، مضمونا مقيد بجملة من الاشتراطات التعجيزية التي يعني أقل ما يقال فيها أنه شبه مستحيلة. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.